طب يا دكتور، هو في اكل من اللي احنا بناكله بيزود الحبوب دي؟ يعني قولي لنا كده ايه النصايح عشان نحافظ على بشره كده هقول لحضرتك حلوه وصحيه دي يعني. حاجات في ناس ممكن تزعل في الكلام ده، بس ماشي. في اكل من اللي بناكله بيزود الحبوب؟ اكيد طبعا. يعني مثلا احنا في بعض الحاجات اللي ممكن تتجاب من الكشك، زي مثلا انت عارفه طبعا، مش محتاجين نقول اساميها. يعني اذا كانت البطاطس اللي مليانه مواد حافظه ديت اللي جوه الاكياس دي، طبعا ممكن تزود الحبوب. لو كمان انا عندي قابليه للحبوب فانا ممكن ادمر الدنيا. الشوكولاته بشكل كبير ممكن تزودها. بعض منتجات الالبان لما هتتاخد بشكل زياده عن اللزوم ممكن تزودها. فاحنا لازم نراعي برضو حسب طبيعه جلدنا. يعني انا عارفه ان جلدي بيطلع حبوب، مش لازم اجي في فتره الصيف وفتره العرق واقعد اكل في الشوكولاته اقول اصل المود بتاعي وحش. طب ما انت هيطلع لك حبوب بعدين في الاخر هترجع تزعل على شكلك، فالمود بتاعك هيبقى اوحش. احنا نتجنب الاكلات اللي هي ممكن تسبب شويه الحبوب. ممكن تيجي حبوب نتيجه حساسيه، فبالتالي لو طبيعه الجلد ده بيجي له حساسيه من حاجه معينه هيطلع له فيها حبوب. يعني نتجنب ان احنا ناكل الحاجه اللي بتعمل الحساسيه. حسب طبيعه كل جلد. الحبوب عالم يا فندم، وكل ما احنا شخصنا صح وبدري وفي الموعد المظبوط وعرفنا طبيعه بشرتنا، كل لما الحبوب دي مش هتسبب لنا اي ازمه في حياتنا، وحتى لو طلعت حبايه او اتنين هتروح بدون ما تسيب اي اثار ولا تعمل اي مشاكل في الجلد.